السلام عليكم واهلا وسهلا بكم معايا في فيديو جديد ووصفه جديده. اليوم ان شاء الله غنوجد معكم الحرشه كتجي سهله وسريعه ولذيذه في متناول الجميع. ان شاء الله غادي تجربوها وغتعجبكم. فيلا نبداو بالمقادير وطريقه التحضير. بالنسبه للمكونات اللي غنحتاجو لهاد الوصفه فغنحتاجو 500 غرام سميده الحلوى، يعني عبروها بكأس العنبة فهي 4 الكؤوس. غنحتاجو 2 معالق ديال السنيدة، خميرة ديال الحلوى، واحد فانيخ، الملح، نصف كأس ديال الزيت النباتية وجوج الكؤوس ديال الماء. اول حاجه غنبداو بها غادي نخلطوا المكونات الجافه مع بعض مزيان، اللي هي سميده الحلوى كيف قلت لكم نص كيلو سميده ديال الحلوى. بغيتو تعبروا بالكأس فراه هي 4 الكؤوس ديال العنبة، 2 معالق ديال سنيده يعني الملح، ووحده فاني وخماره ديال الحلوى فقط. يعني ما كنستعملوش خميره ديال العجينه، كنستعملوا غير الخماره ديال الحلوى. هنا الكؤوس، هنا الزيت النباتيه غادي نضيف نصف كأس ديال الزيت النباتيه فقط، يعني راه كافي. غادي نبسس به هذيك السميده مزيان كيف كتشوفوا معايا. يعني في هذه المرحله ضروري خصكم حتى يعني يدخل هذاك الزيت مع السميده مزيان. عاد ضيفوا الماء، ولا كان عندكم يعني الوقت فراه كديروا هاد الطريقه هكا، كتبسوا السميده بالزيت وكتخلوها واحد ساعه او ساعتين يعني على حسب الوقت اللي عندكم حتى تبغوا توجدوا الحرشه. عاد كتضيفوا الماء. هنا كنخلط كلشي كيف كتشوفوا معايا مزيان، نبسسها مزيان مزيان كيف كتشوفوا. عاد غادي نضيف الكميه ديال الماء اللي هي 2 الكؤوس ديال الماء. وكيف كتعرفوا كاملين فراه الحرشه راه ما كتعجنش، يعني مجرد ما كنضيفوا الماء كنجمعوها غير بالاصابع ديالنا وكنوضعوها جانبا فقط. يعني ما تعجنوهاش لانكم لا عجنتوها ما غاديش تنجح معكم الحرشه. كتشوفوا هنا راه عندي 2 كيسان ديال العنبه عامرين. غنخلط كلشي بالاصابع اليدين كيف كتشوفوا معايا انا مزيان. حاولوا تخلطوها غير شويه، يعني غير تشرب لكم الماء وصافي وحطوها جانبا بين ما وجدتوا المقله اللي غادي تطيبوها فيها. كتشوفوا هنا راه الماء كافي، غادي نخليها جانبا. غناخذ المقلاة. هنا انا استعملت المقله الثقيله، يعني كلشي كيعرفها كنطيبوا فيها المخمار والمسمن. غندهنها بالزبده، هنا راه باقا بارده. غندهنها بالزبده مزيان غير باش كتاخذ هذاك اللويل اللي هو مذهب. عاد غادي نرشها بالخليط ديال سميدات الحلوى والزيت، يعني بسستو مع بعض. غادي نفرشو هكا من التحت. عاد نوضع فوقو الخليط ديال الحرشه، وما تبقى فراه غنديروه من الفوق. هنا حاولوا تمدوها على شكل دائري، يعني كتقدروا تتحكموا نتوما في السمك ديال الحرشه، يا اما كتبغوها رقيقه او غليظه. كتحاولوا تمدوها وتقادوا ليها الجوانب ديالها. وكذلك الا بغيتو ديروهم يعني صغار فراه نتوما كديروا هذاك الشيء اللي بغيتو على حسب الذوق ديالكم. انا هنا يعني خديت الكميه ديال العجين كامله درت بها حرشه وحده كبيره. حاولوا تمدوها مزيان الجوانب كيف قلت لكم، قادوهم مزيان باش ما يبقاوش لكم يعني فيهم هذوك التشققات من الجوانب. هنا غناخذ الخليط اللي بقى ليا ديال سميده الحلوى والزيت، غنديرو من الفوق وغنحاول نمدد. يعني هنا انا كنسرحو وكنحاول يعني نقاد السطح ديال الحرشه باش ما يبقاوش ليا ديك الاصابع ديالي في الحرشه. وغادي نقادها من الجناب. انا هنا خديت غير معلقه باش نقادها من الجناب.
بالنسبة للطياب فراه غنطيبوها على عافية اللي متوسطة، يعني ما تكونش مهيلة بزاف وما تكونش مجهدة، عافية اللي متوسطة باش دغيا يعني كطيب معاكم وما كتشربش، ما تجيكمش قاصحة. هنا صافي راه يعني هاد السمك راه مزيان، غادي نوضعها طيب وغادي نكملو المراحل مع بعض ان شاء الله. كيف كتشوفوا معايا هنا راه درتها فوق البوطه، يعني بدا كيدخلها الطيب، كيبانوا لكم هذوك الفقاعات. مجرد ما تشوفوهم كتستعملوا اي حاجه عندكم، صينيه ولا شي حاجه اللي السطح ديالها املس، باش كتحاولوا هذوك الفقاعات تدخلوهم يعني للداخل، بقى لكم السطح املس. مجرد ما طيب لكم كتقلبوها. انا خديت غير هاد الطاوه هي اللي كانت متوفره عندي، قلبتها بها. يعني نتوما غتستعملوا الصينيه اللي عندكم خدموا به. غناخذ المقلاة مره اخرى، يعني غنطيبها على الجهه الثانيه، فغادي ندهن المقلاة بالزبده مره اخرى، وغادي نوضع الحرشه طيب عادي يعني بنفس المراحل اللي درنا في الاول. هنا غندهن غير بالزبده وغادي نوضع الحرشه طيب من الوجه الثاني. كنحاولوا نبقى مره ندورها يعني في جهه، لان كتعرفوا العافيه كتكون الوسط باش طيب لينا مع الجوانب كاملين. المهم هنا غتبقاو تقلبوا يعني على الجهات كاملين تيتحمروا لكم. كيف كتعرفوا راه كتحمر من الوسط وكيبقاو لكم الجوانب، فلهذا بقاو يعني تقلبوهم على الجوانب كاملين حتى تحمر معاكم. هنا صافي يعني راه طابت الحرشه، غادي نقلبها غير باش نحطها يعني في التبصيل. كانت هذه الحرشه ديال اليوم كتشوفوا معايا، كيجي اللون ديالها رائع، كتجي مذهبه وكتجي بنينه يعني بحال ديال الزنقه اللي كنشرو من على برا، نفس النتيجه. كنحاول نقطعها يعني مثلثات صغار او مربعات، المهم على حسب الرغبه ديالكم. كان هو هذا الفيديو ديال اليوم، وصفه خفيفه ظريفه كيف كتشوفوا معايا، وسهله وسريعه وفي متناول الجميع. كنتمنى ان شاء الله تعجبكم. ما تنسوش تشتركوا في القناه وتخلوا لي التعاليق واللايك، وكنتمنى ان شاء الله الفيديوهات ديالي يكونوا خفاف ظراف على قلوبكم. هنايا غادي نوجد يعني ال الكرواسون مسمان البغريل. المهم هانتوما كلشي غتشوفوه معايا، وغادي نخرجوا نجلسوا كليسه خفيفه ظريفه في الطبيعه. نتلاقاو ان شاء الله في فيديو اخر ان شاء الله. مع السلامه.